طيب لو انا جيت قلت لحضرتك دلوقتي ايه الفرق بين انك ترصد او تصور اصلا؟ ايه الفرق بين ده وده؟ لان في ناس برضو مختلط عليها الموضوع. انا بدات كرصد فلكي مش كتصوير، وبعدين دخلت في مجال التصوير. والحمد لله شايف ان انا وصلت فيه يعني لمسافه جيده جدا، والمستوى رفيع جدا ينافس المستوى احنا كلنا العالمي. شفنا ده من خلال الفيديوهات اللي احنا عرضناها قبل كده. الفيديو دوت بالمناسبه في حد يعني مصنع سوفت وير في المانيا بعته له، ادالي دعم عليه، عشان اللقطات دي تتحرك بشكل معين. في ناس من بره مصر شافت الشغل ده، قالت احنا نادر لما بنشوف حاجه زي كده جايه من الشرق الاوسط عموما. فالحمد لله الواحد وصل لحاجه جميله. بس انا ما بداتش تصوير، انا بدات رصد الاول. الرصد يعني ايه؟ انا ببص على النجوم، بحفظ اماكنها بمرور السنه، والسنه اللي بعدها بتتكرر تاني. بعرف نجم الشمال فين، بعرف اسماء المجموعات النجميه المختلفه، بعرف السماء بتتحرك ازاي. النجوم بتطلع من الشرق وبتغرب زي ما الشمس بتشرق وبتغرب، والقمر بيشرق وبيغرب، النجوم كمان بتشرق وبتغرب. فانا فهمت السماء الاول علميا، حفظتها الاول كرصد فلكي، وبعدين جت تمام. مرحله التصوير. في ناس بتبدا كمصورين على طول، في ناس بتبدا كهواة فلك الاول رصد فلكي، وبعدين الافضل يدخلوا على ايه بقى، انه التصوير. يبدا كده ولا يبدا كده؟ رايي انا الشخصي بصراحه. اللي بدأ رصد فلكي الأول وبعدين دخل في مجال التصوير الفلكي بيبقى عنده فهم عميق جدا. خبره اكتر او يقدر فهم عميق يشوف. جدا، هو بيصور ايه وبيصور ازاي. يعني انت هتلاحظ مثلا في الفيديو مم. ذراع المجرة بيتحرك بشكل معين، الكاميرا جايباه بالظبط في السنتر. الحاجات دي كظروف ميدانية بتبقى معقدة. يعني انا موجود في عاصفة رملية، وموجود في صحاري معزولة، ومعايا وقت محدود، وممكن قمر يطلع عليا يبوظ التصوير. فانا بسبب خبرتي بتقعد قد ايه يا الطويلة استاذ محمود؟ في مقاطع يعني مقطع اللي هو مثلا 20 30 ثانيه ده بيتصور في 9 ساعات. يعني الفيديو ده متصور في 12 يوم تقريبا. يعني لو قلت لك الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض ده 12 يوم. 12 يوم؟ 12 يوم عشان ده مش كتير ده يا وثلاث استاذ شهور محمود. معالجه للصور، وثلاث شهور؟ معالجه وشغل على الفيديو. ده كتير قوي عشان تقدر ترصد ده بس. هو مجال بيحتاج حب، هكون صريح معاك. انت عاشق مش حابب. ايوه بس المجال ده بالنسبه لك عشق. طبعا. اولا بشوف التصوير هي بتبقى المرحله القادمه من العشق دوت. يعني انت حبيت منظرهم، شفت النجوم حبيتها، خلاص انت وقعت في حب الحاجه دهيت. بتيجي المرحله الجايه بقى، انت عايز توثق ده، عايز تشارك الحاجة الجميلة ديت مع ناس أكتر. هنا بيجي دور التصوير. وكمان في مستويات تانية متقدمة من التصوير، يعني ده بيتقال عليه خلفيات طبيعية. في حاجات اسمها الديب سكاي أو الفضاء العميق، بتصور بقى مجرات، سدم، انفجارات نجوم. وفي ناس متميزة في مصر في المجال ده هو برضو، عددهم نادر جدا محدود جدا، لأن المعدات التقنية دي انت شوقتنا الوادي الحيتان ده.